كرة خلال هذه الفترة. أولا يا فندم إن السؤال ده لما فتحنا التليفونات ناس كتيرة جدا سألتني هذا السؤال، المستشار مرتضى راضي عن الأداء الفني لفريق كرة القدم ولا لا؟ لا قبل طبعا. أي حاجة. لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. ده بدون تردد. لا 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 خالص، أنا واحد من الجمهور. مشكلتي لا بعرف أكذب ولا بعرف أتجمل. لا أنا مش راضي ولا محمد حلمي وجهازه راضي. بالظبط. لا طبعا. طب تفتكر يا فندم تفتكر المشكله فين يا فندم؟ يعني بما ان حضرتك جبت احسن مجموعه لعيبه موجوده في مصر، بما ان حضرتك جبت جهاز فني، وهكلمك على الاجهزه الفنيه تحديدا، لكن بما ان الكابتن محمد حلمي مكمل مع نادي الزمالك، وبما ان المجموعه اللي موجوده او مش مكمل مش عارفين، يعني هنتكلم في هذا الموضوع، تفتكر المشكله فين؟ المشكله هقول لسيادتك من وجهه نظرك كمشجع قبل بس مرتضى منصور رئيس النادي. نعم طبعا. انت راجل جبت، سيبك انك جبت احسن لعيبه في مصر. انت جبت في كل مركز 2 لعيبه تمام نفس المستوى. يعني هتبص في الشمال هتلاقي علي ونصف، هتبص في اليمين هتلاقي اسامه وحسني. نعم. هتبص في الديفندراء طبعا في المساكين هتلاقي شوقي، لما بقول الجداد يعني. نعم. هتلاقي شوقي وهتلاقي محمود حمدي. نعم محمود حمدي ومحمد مجدي اللي لسه ما ظهرش. ومجدي لسه طبعا، ده حاجه ما شاء الله. يعني انا لسه النهارده جالي خبر كويس من دكتور طارق انه لا اصابته ما تستحقش يسافر المانيا، ودي حاجه بسيطه هو يعالجها يعني. نعم. لما تيجي بقى تتكلم على الديفندرات تلاقي جبنا دونجا، وعندنا مع دونجا كمان ابراهيم صلاح رجع، وابراهيم صلاح جبناه، وعندنا ريكو جبناه برضه ممكن يلعب ديفندر، وبعدين عندك احمد توفيق من الاول، وعندك طارق من الاول. لا عندك في الخط النص الناس جامده. نخش بقى الفنانين. نعم. حدث ولا حرج كتير. عندك احمد رفعت، عندك احمد رفعت، مصطفى فتحي، عندك مسعد، عندك مصطفى فتحي، عندك ايمن حفني، عندك محمد ابراهيم، عندك شيكابالا. نعم. خش بقى جوه، عندك جعفر، عندك حسام باولو، عندك باسم، عندك مايوكا. مين تاني؟ وحضرتك مايوكا بتحسبه؟ طبعا هم مايوكا لازم يدوا له فرصته. عندك ستانلي، واخد بالك؟ فانت جايب احسن لعيبه في مصر. الخلل فين؟ يسأل الجهاز الفني. تمام. طب حضرتك كنت قاعده معاهم قريب وقلت لهم ان انت غير راضي عن الاداء. انا غير راضي على انه في لعيبه مش قادره دلوقتي. ما هو انا ممكن اكون ناس تقول لي تعالى النهارده مرتضى عندي برنامج، انا مش جاهز، يعني مش جاهز ذهنيا بالظبط، ودماغي مش اقول لك مش هقدر، معلش، عشان انا جاي اقابل ناس. بس حضرتك عارف ان اللعيبه كلها بتبقى نفسها تلعب. لا انا بتكلم على حاجه ثانيه خالص. تمام. انا بقول في لعيبه مش قادره دلوقتي. او في مطوشه ده مش ماتشها. انت راجل لاعب كره قديم وكنت كابتن. وفي لعيبه انا شايف انها مظلومه. زي رفعت. تمام. زي باولو. انا كلامي واضح. الكلام ده مش هيمشي معايا. انا مش شاري لعيبه اخزنها. انا شايف فلان الفلاني مش قادر، خد فرصه واثنين وثلاثه واربعه مش قادر، مش عيب ان انا اخليه احتياطي. والبني ادم اللي هو هداف الدوري دون اشغله. طبعا انت ظالم باسم، لان باسم محطه المفروض يبقى فيه واحد جنبه تاني، لان المحطه ده بينضرب. يعني خلاص انا عارف باسم ده المهاجم، فكل المدافعين بيخشوا يضربوا فيه. انت نادي الزمالك، كلامي واضح، ده ملوش علاقه بالتدخل. هدفك ايه من المسابقه؟ المنطقه الوسطى، تطلع الثاني، تطلع الاول، تاخد الدوري. هدفك ايه؟ عايز تاخد الدوري؟ العب 2 راس حربه. وانا مغمض كده، لانك بتلعب براس حربه واحد، فكل الفرق اللي بتلعبها بتقفل عليك، فراس الحربه واحد ده بيبقى تايه. يعني زي باسم دون 3 4 يخشوا يضربوه. نعم. لكن لو باسم محطه جنبه وجنبه باولو، واخد بالك، وبعدين واحد زي ستانلي انا شايفه بقاله 7 8 ماتشات مش فايق خالص. لا اقول له شكرا اقعد. انا ما باخدش اسماء، انا بيمثل فيلم. ده نجم عندي، مع ان اللي جايب ستانلي ولد مؤدب جدا جدا، لكن بتكلم فنيا. لكن فنيا نعم. يعني في حاجه مش مظبوطه عنده، كل شويه يقع. لا مش ده ستانلي. ما قعدتوش معاه يا فندم؟ حضرتك بصفه شخصيه ما قعدتش معاه؟ انا قلت له ايه المشكله عندك؟ قال لي ما عنديش مشكله. بقت المشكله عند الجهاز. مش عندي انا. خلاص انا سالته قال لي ما عنديش مشكله. تمام. يعني فلوسه واخدها طبعا كل حاجه واخدها. فلما تيجي عند احمد رفعت ويلعب ربع ساعه، احمد رفعت في الشارع ربع ساعه. احمد رفعت من احرف اللعيبه في مصر. مظبوط. لما تيجي باولو، انا جايب واحد هداف الدوري موسمين ورا بعض، وجه لعب في الزمالك 3 ماتشين، جاب 3 اجوان، 2 اتحسبوا وواحد ما اتحسبش. لا يبقى الراجل هداف.
انا ايه المشكله ان هو يبقى هو وباسم مع بعض؟ ايه المشكله؟ نعم. وستانلي يريح شويه، واخد بالك؟ يعني في حاجات انت بتقعد تتفرج عليها وانا بقول على فكره بقول الكلام ده للجهاز علنا، وفي الاخر هو اللي له القرار. يوم يقول لك ايه اصل بيتدخل. لا ده مش تدخل. انا من حقي اقول لك انا شايف رؤيتي ان ده مش قادر، تمام، وده قادر. قادر ومش قادر دي مش شغلي كفني، انا قادر ومش قادر ده العدل، انا عايز العدل. اصل العدل في الملعب، العدل في الدنيا كلها اساس ملك. نعم تمام. انت هل هو عدل ان احمد رفعت يقعد احتياطي واستني كل المطوشه بيلعب وهو مش قادر؟ هل العدل ان باولو اللي جايبه هداف ما يبقاش جنب باسم؟ لا مش عدل. لا اذا هناك اخطاء فنيه يا فندم. بالتاكيد طبعا. طيب الاخطاء الفنيه دي حضرتك عودت الناس او عودت جمهور الزمالك ان انت